بفضل الله النهاردة هنوريكم فرش عروسة كامل. الحمد لله تم تسليمه وتفصيله حسب رغبة الزبون. خليكم معانا عشان هتشوفوا في الفيديو ده حاجات جميلة جدا. وطبعا الزبون عمل لنا فيديو عشان المحافظة اللي راح فيها الشغل، محافظة أسوان. احنا طبعا من دمياط، فالزبون عمل لنا فيديو بعد ما فرش الشغل، حب يهدينا بالفيديو ده. الراجل المحترم زي ما انتم شايفين بيعمل لنا الفيديو بإيده وبيورينا الشغل اللي احنا وصلناه من دمياط لغاية عنده. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. احنا معرضنا سمير الشناوي في دمياط. اهم حاجة تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. وبنعمل الشغل العمولة التفصيل حسب رغبة الزبون، بس هو يبعت لنا التفاصيل على الواتس على نفس الرقم اللي احنا بتتابعونا عليه، هتلاقوه مثبت على الصفحة. وفي توصيل لجميع الدول وجميع المحافظات حسب رغبة الزبون، واللي عاوز يشرفنا في أي وقت احنا في دمياط. تمام. ولو المكان بعيد عليك يوصل لك الشغل لغاية عندك. طبعا كل الشغل ده معمول تفصيل حسب طلباته وحسب الألوان بتاعته وحسب كل حاجة. وما بنشتغلش، أهم حاجة بقى في الشغل إن هو كله خشب طبيعي. يعني إحنا في شغل كتير منتشر النهاردة كله خشب كونتر موجود في السوق. تمام. الخشب الكونتر منتشر جدا في السوق. بيبقى تكلفة الغرف الأطفال أو غرف النوم بتبقى مثلا أوضة الأطفال ممكن تلاقيها ب10,000 جنيه، أوضة النوم ممكن تلاقيها في حدود 20,000 جنيه، غرفة نوم كاملة. بس بتبقى الخشب بتاعها كونتر اللي هو يعتبر زي خشب الكرتون. إنما ده الخشب الطبيعي اللي هو الأساسيات الزان، اللي أبلكاش السيه الروسي، الحاجات الملل بتاعتها زي ما انتم شايفين كله خشب طبيعي. تمام. انا بس بحب اوضح عشان في ناس بتبقى لسه جايه تفرش ومش اخدين بالهم من نوع الخشب. عشان كل حاجه بتبقى موجوده، ممكن تعمل ركنه زي اللي قدام حضرتك دي، ممكن تعملها ب 8,000 جنيه، وممكن تعملها ب20,000 جنيه، وممكن تعملها ب30,000 جنيه. كل حاجه حسب الخام. زي ما انتم شايفين دي غرفه نوم احنا كنا عارضينها على الصفحه. اللي متابعنا احنا صورناها عندنا، والحمد لله الزبون صورها جوه شقة العروسة. زي ما انتم شايفين اللي متابعنا هو اللي هيعرف الأوضة دي احنا مصورينها وعارضينها على صفحتنا. وبعد كده وصلت الحمد لله أسوان، والزبون ركبها ال8 ضرفة وبعتها لنا عشان يشكرنا في الشغل من ناحية التشطيب والجودة وكل حاجة زي ما هو اتفق معايا. سلمته بفضل الله. زي ما انتم شايفين الدولاب 8 ضرفة، من أكبر الدواليب اللي أنا عملتها. إزاز فاميه وفي ظهره خشب، ومفصلات باكم، قاعدة كلها دراج. شغل بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. وطبعا الشغل التفصيل بيبقى تكلفته أعلى من أي شغل تاني. تمام. عشان ده بتتعمل الغرفة الواحدة، فبتبقى لها تكلفة مختلفة عن الشغل اللي أنا بعرضه على الصفحة. هو نفس الخامة ونفس كل حاجة، بس الشغل اللي أنا بعرضه على الصفحة بيتعمل منه 10 أوض، 20 أوضة. فالتكلفة مثلا بتبقى كله داخل في بعضه، فالتكلفة بنقدر نحكمها. إنما أما حد يطلب منه غرفة لوحدها بتفاصيل زي اللي انتوا شايفينها النهاردة دي طبعا غرفة تسريحتها زي ما انتوا شايفين تسريحة تعتبر تسريحة سفرة، معمول عليها الرخام، معمول الإضاءات، معمول الشغل على أعلى مستوى. معمول معاه قطع زيادة، معاه شوفونيرة جنب التسريح، معاه قطعة تانية إضافية. فبفضل الله كل حاجة موجودة. وطبعا محدش يقول لكم الأوضة كلها خشب زان، مفيش أوضة كلها خشب زان. يعني دي من أغلى الشغل المميز جدا. وما بتتعملش كلها خشب زان إلا في الحاجات الأساسية بس، الإدراج، مكان تربيط المسامير، الحاجات الأساسية في الغرفة. الباقي لازم يبقى كله أبلكاسيه روسي وسويد وبياض. الأربع خامات دول لازم هم اللي يبقوا داخلين في الغرفة. تمام.
زي ما انتوا شايفين كده قدام حضراتكم. والسرير الميكانيزم اللي انتوا شايفينه ده بيتعمل بالطلب، يعني برضو بتتسألون عليه، فهو بيتعمل بالطلب. يتعمل في أي غرفة انتوا شايفينها على الصفحة، أي غرفة بيتعمل. أجمل تحية لأجمل زبون اتعاملنا معاه، راجل محترم جدا. يعني هو تعب نفسه وعمل لنا فيديو بإيده ويشكر. والحمد لله حكم، هي بتبقى عملية قرف للزبون. يعني قرف يعني ايه؟ سهلة. يعني ممكن تتفق مع زبون تلاقي الشغلانة معاه صعبة، وفي زبون تيجي تتفق تشتغل معاه تلاقي العملية، بص، هو بيساعدك وانت بتساعده، تلاقي الأمور ماشية. مش هي أهم حاجة تتعامل مع مصدر كويس، إيه، تساعدوا بعض، هتلاقي العملية ماشية. إيه، في زبون ساعات بيبقى بيشك في صوابعه، يعني تيجي تقول له ده كذا وده كذا، لا يقول لك لا مش عارف ايه، حوارات كتير. فانا بقابل ده وبقابل ده، وبنحاول نتعامل وبنحاول والله كل حاجه نوضحها. ما دام انت بتديني حقي أنا لازم اديك حقك بما يرضي الله. اهم حاجه زي ما انا وضحت المصدر اللي تتعامل معاه بس. دي غرفه، دي برضو سفره كانت بتتعمل على الصفحه بتاعتنا، عملناها بالمقاسات. اي حاجه انت عاوزها بالمقاسات تتعمل لك. تمام. وكل الألوان والتشطيبات حسب رغبة الزبون. يعني الزبون هو اللي طالب الألوان حسب الرغبة بتاعته. كل حاجة تتعمل لك، وكل حاجة لها تكلفة. واللي أول مرة يشوف صفحتنا عليها تشكيل كبير جدا من غرف النوم والسفر والصالونات والأنترهات. دي غرفة شباب أطفال، احنا عاملينها له تفصيل زي ما انتوا شايفين برضو. والتسريحة احنا غيرناها، كانت بتمشي عليها تسريحة تانية، احنا عملنا له تسريحة حسب رغبته، بطلباته، بكل حاجة. يشكر على انه بعت لنا فيديو هو اللي مصوره. انا بحاول اشكره في الفيديو عشان هو تعب نفسه وعمل لنا فيديو، وراجل محترم جدا. دي غرفة بيتعمل منها المقاس الكبير ال2 متر، وبيتعمل منها المقاس الصغير المتر ونص. دي ال2 متر. تمام. الدولاب ده دولاب غرفة نوم شباب أطفال 2 متر، وكل المفصلات باكم. دولاب جرار. كل الشغل ده معمول حسب طلب الزبون، وكل حاجة متصورة لكم على الطبيعة عشان احنا بنتسأل كتير. إن الناس عاوزة تشرفنا، فاحنا بنحاول نوريكم الشغل من عند الزبون، والزبون هو اللي مصوره. وعاوزين تشرفونا في أي وقت تقدروا تشرفونا في معرضنا سمير الشناوي. ولو المكان بعيد عليكم اطلب الشغل تلاقيه يجيلكم لغاية عندكم. والله الزبون ده ما اجا ولا دخل لي محل، واخد شغل معدي ال200,000 جنيه، وهو طالبه بالتليفون وبعت لي كل الحساب بتاعه على التليفون. هي بس لازم يبقى في عملية ثقة بينك وبين اللي بتتعامل معاه، لازم تبقى واثق فيه ما دام انت اتعاملت معاه. بس اهم حاجة المصدر. اما تيجي تتعامل مع زبون لازم، او تاجر، لازم تبقى انت عارفه وتعاملت معاه، وهو لازم يثق فيك عشان برضه بيعمل لك شغل بتعب ناس وتعب ايدين ناس، وبيبقى طبعا كله مجهود. فاحنا بنحاول برضو نوصل لكم الصورة، وبنحب تبقوا انتوا دعاية لنا ان شاء الله. في اي وقت الشغل يبقى عندكم دعاية لنا وعلى راسنا. وحابب برضه اوجه نصيحة. طبعا الشغل عامل زي الانسان بالظبط، ما ينفعش انت تاخده وتحطه في مكان مقفول حر وتسيبه فترة طويلة. طبعا الشغل بيتأثر. طبعا الشغل عشان هو خشب طبيعي، الخشب الطبيعي عامل زي الإنسان بياخد ويدي حسب المكان اللي انت فيه. فلازم الشغل يبقى معمول له التهوية بتاعته. محدش يحط برضه على الشغل بعد ما احنا بنسلمه يحط مواد من اللي بتترش، او يقول لك ملمع للأساس، حاجة زي كده ممنوع منعا بتا. ودي غرفة تانية بفضل الله. أنا بس بحاول أعمل لكم فيديو تسليمات، وبحاول أعمل لكم فيديو من داخل المحل، كل حاجة إن شاء الله عشان برضو يوصل لكم الصورة
ولو في معلومة بقدر أوضحها لكم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين دي غرفة كانت برضو معروضة على الصفحة بتاعتنا واحنا بنعرض الشغل، وفي ناس بتطلبه من على الصفحة وبيجي لهم لغاية المحافظة بتاعتهم، دي محافظة البحيرة. الطلب مننا برضو أكتر من زبون، مش زبون واحد، اللي بنقدر نصوره بنعرضه لكم، واللي ما بنقدرش في أماكن ما بنقدرش نصور فيها، في زبون مش عاوز حد يصور، في زبون ما بنقدرش نصور عنده، فاللي بنقدر نصوره بنعرضه. دي غرفة من محافظة البحيرة كانت معروضة على الصفحة، والزبون بعت لنا برضو عربون والغرفة جات له، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بنصورها لكم. حاجة بسم الله ما شاء الله. أنا عاوزكم تقولوا رأيكم وتصلوا بينا على النبي، وإن شاء الله إحنا كل يوم بنحاول نوريكم حاجات جديدة على صفحتنا. سمير الشناوي في دمياط، وموجود جميع الأذواق بفضل الله. وخليكم معانا لنهاية الفيديو، وأهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتقولوا لنا رأيكم. وإن شاء الله كل يوم جديد على صفحتنا سمير الشناوي في دمياط. أي خدمة، وشكرا.